اليوم رح أعمل معكم سمبوسة بحشوة الدجاج، حشوة صحية وعالية البروتين وطعمها كتير لذيذ وطريقتها سهلة. زيت الزيتون والزبدة باقلّب البصلة لحتى تدبل، ممكن تكتفوا بالزيت بس الزبدة بتعطيها طعم كتير طيب، بعدين حطيت الدجاج، أنا فرمته بمحضرة الطعام، ممكن تجيبوه من اللحام مفروم، البهارات عندي بهار دجاج والكزبرة الناشفة والبابريكا وأكيد ملح وفلفل. باحطهم وباقلّب الدجاج هيك كلّه مع بعض، وباحاول هيك إني أخلّي الدجاج ينفصل، وباحط الجزر برضه لإنه الدجاج بيستوي بسرعة، فعشان كل إشي هيك مع بعضه. حطيته هيك وقلّبته لحتى عندي الدجاج اتغيّر لونه واستوى تمامًا، باطفي عندي النار وباحط عندي البقدونس والكزبرة المفرومين. حطيت الحشوة بصحن لحتى تبرد عندي تمامًا لحتى أقدر أحشيها. جهزت هلأ عندي هون عندي رقائق السمبوسة أي نوع أنتم حابينه، راح أبدأ وأحشيه بحشوة الدجاج يلّي عملتها، وعندي خليط اللصق اللي هو بس عبارة عن مي وطحين ما في مقدار بس هيك لحتى أستخدمه لحتى يلزق عندي طرف العجينة. هيك بعد ما خلّصتهم أنا عملت هيك كمية بالair fryer لحتى أفرجيكم إياها، والباقي طبعًا احتفظت فيه بالفريزر، وهي عندي بعد ما جهزوا عن جد بتشهي كتير لذيذة جربوها.